السلام عليكم. في الفيديو ده هنعرف الخامات والادوات كلها اللي احنا محتاجينها عشان الديكوباج. اول حاجه الخشب. الخشب بتجيبه من اس كولر، وممكن تجيبوه من اي مكان تاني يعني تكونوا متاكدين ان هو خشبه كويس. هو ميزه اس كولر ان خشبه السمك بتاعه حلو، وكمان الفينش بتاعه كمان حلو قوي. يعني نادرا ما بحتاج اصنفر كتير او معجن. مره رحت برضه جبت من حد، يعني كانت الكافي كورن انا بجيبها مثلا ب 150، التانيين بيبيعها ب 100، فقلت حلو. جبتها منه، لقيت فيها كميه خروم مش طبيعيه. كمان الدرج مثلا لما بفتحه الفواصل ثابته ما بتتحركش، وفواصل بالطول كده. فيعني خدوا بالكم من التفاصيل الصغيره دي قبل ما تبتدوا تشتروا، وتشوفوا برده ريفيوز وكده علشان يعني ما تتخموش. في طبعا اماكن تانية برده خشبها بيكون حلو، بس بتكون اسعارها اغلى شويه. في برده ديكوراج المهندس، يعني خشبه مش قوي، بس ممكن تستخدموه عادي تجيبوا في العروض في حاجات زي كده. برضو بيبقى محتاج شوية ترميم يعني، وفي حفر وكده. طب انا لو عندي حاجة فيها حفر هعمل ايه؟ تاني حاجة انا محتاجاها بعد الخشب، محتاجة المعجون. ممكن تجيبي ده معجون اورا من اورا، من شركه اورا، او من اللي هو محلات بيع الديكوباج، او اللي هو ده من عند الموال. اهم حاجه في المعاجين يا جماعه ان احنا نحطها في كيس نايلون. لما نطلعها نحط المعجون جوه ونربط عليه الكيس، نفرغ الهواء خالص خالص، ونربط الهواء منه كويس، ونربط قصدي الكيس كويس جدا، لان الهواء لو دخل بينشفه. انا مهما حاولت اقفل العلبه كويس وكل حاجه برده بيبقى بينشف. خلي بالكم هو مش بيكون غالي قوي، بس برضه علشان يعني خساره. بعد كده هحتاج اسس بايه؟ عندي حاجتين، يا اما اسس ببلاستيك ابيض وسهل على نفسي، يعني لو هعمل حاجه ليا كده وعايزه يعني انجاز وبتاع، خففه بشويه ميه. البلاستيك ابيض ممكن عندك GLC 3030، ممكن سايبس 700. يعني الاحسن انت تجيبي سايبس 700. والاحسن واحسن بقى اللي هو جوتن، الالوان البلاستيك بتاعت جوتن يعني. طيب لو انت هاتي يعني خليك في الوسط، هاتي اللي هو سايبس 700. بعد كده هتاسسي بيه، تخففيه شويه ميه وتحطي بقى على الصينيه كلها. بعد كده هتصنفري، بنحتاج صنفره خشنه وصنفره ناعمه. الخشنه علشان المعجون بعد ما بنحطه نصنفر، والناعمه علشان بعد التاسيس انعم برده السطح بتاعي خالص. الناعمه دي بتكون في 220 320 يعني حسب، والصنفره كل ما رقمها بيكون اعلى كل ما بتكون ناعمه. لو رقمها اقل بتبقى اخشن. وما ترميش الصنفره يعني الا لو بهديت خالص خالص. لما بتستخدم كتير ممكن تستخدم، يعني لو هي خشنه وتستخدمتيها كتير ممكن تستخدميها كصنفره ناعمه تاني. وانا عن نفسي بحب اسس بجيسو وبعمله بالطريقه دي. بعد كده الالوان بقى، هبتدي الون القطعه بتاعتي. لو انا هلزق عليها منديل يبقى لازم اللون فاتح، البيز بتاعي يكون فاتح علشان المنديل هيشف. لو ورق عادي انا بلون زي ما انا عايزه. لو الورق يعني اللي هو ال 80 جرام التقيل ده، باخد راحتي خالص وبلزقه، هو كده كده مش هيشف. طيب الالوان اللي عندي المستخدم والمتعارف عليه اللي هو القوره بتخففيه برده بالالوان البلاستيك، سواء GLC 3030 او سايبس 700. بتجيبي بقى الالوان اللي انت عايزاها وتخففي، بتعملي الدرجات اللي انت حباها. طيب ممكن برضو تستخدمي مركزات الالوان. برضه بتجيبي البلاستيك الابيض وتحطي عليه مركزات الالوان وتكوني الدرجه اللي انت عايزاها. ميزه القوره ان تعملي يبقى عندك اللون يعني برضه الصبغه فيه كبيره، وهو يعني ب 10 جنيه الكيلو، 400 جرام بالظبط. فانت يعني عشان تعملي نفس الكميه دي بالازرق بتاع مركزات الالوان مع بلاستيك ابيض، هتحتاجي مركزات الوان كتير قوي. فانا رايي يعني تخليكي في القوره. برضو يعني بقول لك يعني الحلو والوحش. يعني برضو الناس بتقول لك لا بلاش القوره، ده بلاستيك ومش عارف ايه، نستخدم حاجات اقيم وانضف وكده، اللي هي زي اللي هو جوتن يعني. بس يعني معظم الناس شغاله بالقوره. ممكن برضو يقول لك اشتغلي بالاكريليك. ف يعني اللي تحبيه واللي ترتاحي فيه اشتغلي بيه. انا شغاله بالقوره عادي. وبرضو شغاله باللاكيه المائي، ده برضو نوع من انواع الالوان بتاعه شركه قوره.
حلو قوي لانه مش بتحتاج ليه عزل، هي دي ميزته يعني الفظيعه اللي انا بعشقها. لازم بس تقلبيه كويس قوي، ولو هو مط تقلبيه كويس قوي وتستخدميه بعد عايز تستخدميه يعني بعد التأسيس تحطيه. ممكن برضو تستخدمي اللي هما الشوك بينت. في ماركات بقى كتير يعني زي ما تحبي. في ماركات كتير قوي، انت بس ادخلي المكان وقولي عايزه تشوب بينت هتلاقي يعني الف من يدالك. هو ميزه التشوب بينت انت مش محتاجه فيه تاسيس خالص، حتى على الخشب على طول تروحي دهنه اللون برضه، بتضخي ميه كده وانت شغاله وبالفرشه تشتغلي. طيب كل الحاجات اللي انا قلتها دي محتاجه عزل ما عدا القوره، تمام، اللي هو اسمه اللاكيه المائي. وما تحاوليش تروحي للموان تقولي له انا عايزه لاكيه مائي عشان هيقول لك مفيش حاجه اسمها كده، هو اللاكيه كله زيتي. علشان برضو في حاجه عايزه اوضحها، ان الالوان في منها مائي وزيتي، عشان اللي هو يعني ما عندوش خبره في يعني الوان. المائي بيتخفف بالميه وفرشه تتغسل بالميه، الزيتي بتخفف بالتينر او النفط او حسب بقى كل حاجه بتخفف ازاي، وفرشه بتتغسل بنفس الطريقه. انا بفضل طبعا استخدم الالوان المائيه علشان ريحه التينر والنفط والحاجات دي صعبه جدا. ده غير ان هي متعبه في الشغل ويعني مرهقه فعلا، لا يعني بلاش تستخدموها. لو هندفع حتى اكتر شويه مش مشكله، بس المهم ان احنا نعرف يعني نشتغل واحنا مستريحين مش متبهدلين. لو جه على لبس ما بيطلعش غير برضو بالتينر والنفط وكده، فعلى ايه يعني بلاش احسن. طيب بالنسبه للعزل بقى، اخر حاجه هعزل ازاي؟ هعزل بالورنيش المائي. في منه لامع ده بيتجاب من عند الموان، وفي مط وده بيتجاب من عند برضو شركة اورا. ولو انت مش عايزه تشتري المط ممكن تعملي بقى هي ميزه يعني ايه فكره لامع ومط. لو حاجه انا عايزاها تبقى اولد كده وعايزاها انتيك وبتاع، فانا عايزه احط الدهانات بتاعتي كلها تبقى مط. لو عادي مش فارق معايا بخليها لامع. طيب لو انا عملتها دلوقتي يعني مش عايزه اجيب الورنيش المط ده، هو يعتبر اغلى شويه من اللامع. فبعمل ايه؟ بجيب مقدار من الورنيش اللامع عليه مقدار من الغيره الابيض، اي نوع بقى غيره ابيض، وادوبهم في نص مقدار من الميه، وده بقدر احطه برده على القطعه بيعمل لي طبقه عازله مط. برضو لو انت استخدمتي الورنيش اللامع لوحده، يعني انت عايزاها خلاص عايزاها لامعه ومفيش مشكله عندك واستخدمتيه لوحده، مشكله الورنيش ان هو بيلزق. لو حطيتي الصينيه بتاعتك اللي عملتيها على مثلا السفره، تيجي ترفعيه تلاقيها لزقت في الازاز، مش عارف كده، مش فضلش ابدا انت تستخدميه لوحده، الا لو انت يعني هتلزقي مثلا تحت الورقه وهتستخدميه لوحده، وبعد كده فوق بقى الورقه والطبقه اللي هي الفاينل خالص حطي فيها المط يعني او اللامع مع الغيره الابيض. وده برده اللامع مع الغيره الابيض تلزقي بيه المنديل من فوق كده. يعني ممكن زي ما قلت لك تلزقي الحاجه بالورنيش لوحده، بس في الطبقه النهائيه خالص اللي هتبقى فوق السطح اللي هتبقى ملامسه للاسطح الثانيه تبقى من اللي هي فيها خيره او من اللي هي مط. وللزق برضو مع الخلطة الخطيرة ممكن استخدم المود بودي، وطبعا ده يعتبر الاصل في العزل وفي اللزق بتاع الديكوباج، لكن علشان يعني سعره غالي فالناس بقى ابتكرت الطرق التانية زي الورنيش المائي وزي اللي هو الورنيش المخفف بغيره وكده. فالمود بودي انا بستخدمه دايما للسبرتايه والكنكه علشان يعزلهم كويس، لما يقع عليهم حاجه بيرجع تاني اللون. هو طبعا قوي ما حدش يعني يقدر يختلف عليه، ان لو عايز تعملي حاجه بيرفكت ما يحصلهاش حاجه خالص بتستخدمي المود بودي ده عليها. وفي منه طبعا ان هو بيتغسل، في منه مط وفي منه لامع وفي منه كذا نوع يعني، بس هو مش متاح كتير يعني، موجود في محلات بيع المستلزمات الديكوباج. انا جايبه ده بحوالي 230 من فتره برضه، فيعني بستخدمه بس في الحاجات اللي هي زي ما قلت لكم السبرتايه والكنكه عشان بيجي عليهم ميه كتير، مش بستخدمهم بقى على طول. كمان لو انا هستخدم التشوك بينت يعني الصح ان انا اعزل بحاجه اسمها كلير واكس.
ماشي. بيكون عبارة عن شمع كده، طبقة شمع بحطها علشان برضو تدي القطعة بتاعتي ملمس انها حاجة انتيك وحاجة يعني قديمة شوية. لكن برضو لو استخدمت الورنيش المط عادي مش هتقول لا.